الا مازال ما صاوبتي السلو، اليوم غادي نعطيك الطريقه السهله اللي غتوجديه بها دغيا، كيجي معلك وبنين ما تشبعيش منه. الطريقه المعتمده عندي اللي كنصاوبها بها دائما وكيجي رائع بزاف وبنين. عندي هنا واحد القصريه اللي غادي ندير فيها دقيق محمر ومغربل، غادي نزيد هنايا الزنجلان اللي حتى هو محمر ومطحون مزيان بحال املو، الكاوكاو حتى هو محمر ومطحون، واللوز بقشورو حتى هو محمر ومطحون. غادي نزيد هنايا النافع وحبه حلاوه، وكنزيد القرفه، كنزيد الكوزه حتى هي، والينجبار حتى هو مطحون محمر ومطحون، كنزيد الزنجلان اللي حتى هو محمر ومهرمش نصف الكميه. غادي نخلط كلشي مع السكر كلاصي كما قلت لكم، والمسكه الحره اللي دقيتها وشويه ديال المليحه. غادي نخلط كلشي مزيان وكنزيد عليهم اللوز والكاوكاو اللي محمرين ومهرمشين، والزنجلان نصف اللي خليته هكذاك بلا تهرميش. من بعد غادي نخدم كلشي بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نزيد شويه ديال الزبده اللي مذوبه حتى كيمشي منها كامل داك الماء، كتولي نوازيت بهذاك الشكل، يعني حتى داك الحليب ما كيبقاش فيها. من بعد غادي نحاول نخدمها مزيان، ضروري تعجنوها حتى كترجع بهذا الشكل. بالنسبه للوز والكاوكاو كما شفتوا معايا انا هرمشتهم هنايا شويه باينين، كيعجبوني بهذا الشكل. بالنسبه للناس اللي كيبغيوهم شويه مطحونين اكثر تقدروا تهرمشوهم اكثر. وهنايا كنقدموه راه كيجي رائع ومعلك، كيجي بنين، ضروري تجربوه بهذه الطريقه. بالنسبه للمقادير غادي نخليه لكم اسفل الفيديو. بالصحه والراحه، ما تنساوش لايك الفيديو.